السلام عليكم. الاهلي وحشني جدا يا جدعان. كفايه كده بقى يا جدعان، طال الصبر قوي، وحشتونا جدا وعايزين نشوفكم بالقميص الجديد بقى. مش كفايه كده؟ قعدتوا كتير واتدلعتوا واتفسحتوا، ما تحرموناش بقى من طلتكم علينا بقى. بجد بجد الاهلي وحشني جدا. الواحد ما بقاش ليه نفس يعمل اي فيديوهات ولا اي حاجه بسبب ان الاهلي مش موجود. ما اصل هنتكلم على ايه؟ مفيش حاجه عدله نتكلم عليها غير الاهلي، والاخبار اللي موجوده اليومين دول كلها اي كلام في اي كلام. وانا بصراحه ما اتعودتش اتكلم في اي حاجه ملهاش لازمه. كله عمال يقول لك المهاجم الجديد مش عارف ايه مش عارف ايه، لكن لسه مفيش تنفيذ من اداره النادي الاهلي. لما يحصل تنفيذ ساعتها هنطلع نتكلم ونقول كذا 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 كذا، انما نقعد نخمن؟ لا، المهاجم موجود فعلا واتفقوا معاه، لكن لحد دلوقتي ما اتفقوش على توثيق العقود والحاجات الاخيره اللي تخص الصفقه. غير كده هري، كل واحد طالع على القنوات يقول لك الحق مهاجم الاهلي الجديد مش عارف ايه، والقندوسي مصيره ايه، وفلان مصيره ايه. انا ما بحبش كده، انا احب اما اتكلم على الاهلي اتكلم بكل صراحه من غير كذب. بس كده، والاهلي وحشنا وانتوا وحشتونا انتوا كمان، اقسم بالله. ونهاركم اهلاوي، اهلاوي انا والفخر ليا. السلام عليكم.